الجمال والحلويات وصواني الفتة التحفة. الكاميرا مش عارفة تجيب الصينية من أولها لآخرها. شايفين الجمال والحلاوة وصواني الفتة؟ بصوا، هي دي حاجة ممكن يكون ما يصحش إن أنا أقولها عن مطبخي، بس هي دي الحقيقة. أنا لا بضحك على حد ولا جايبة شركة تصور لي وتشوف الصورة حاجة وتستلم الأكل حاجة تانية. حتى لو الاكل البرزنتيشن بتاعه بسيط وما فيهوش اي تكلف خالص، صينيه فته عاديه جدا، بس كفايه ان انا اقول ان دي الشكل اللي هيطلع عليه. انا مش بضحك على حد، ده شكل صينيه الفته اللي حضرتك هتستلمها مني. طبعا على حسب حجمها، يعني احنا بنتكلم دلوقتي في الحجم الكبير او الحجم العائلي، في احجام تانية بتبقى محطوطه بشكل تاني. بس كل اللي اقدر اوعد حضرتك بيه ان ده الشكل اللي انت هتستلم بيه مني الفتة. اللحمة المحمرة الحلوة، لو العميل مش عايزة محمرة تمام. الصلصة الحلوة دي محطوطة بطريقة عادية جدا راندملي، يعني ما فيها. مش هقول بقى شغل محترفين في التصوير ولا كلام من ده خالص. ده الوعد اللي انا بقدر اديه للعملاء بتوعي من مطبخي، ان الفيديو اللي بصوره بتاعت اكلات طالعة من عندي. مش بضحك على عميل، مش رايحة جايبة شركة بدفع لها مبلغ وقدره عشان تطلع لي حاجة غير الحقيقة اللي الحاجة هتخرج عليها. مش مصورة في أطباق غير اللي أنا هخرج عليها الطبق بتاعي. وبالهنا والشفا على كل اللي هياكل الأكل الحلو ده النهاردة.